السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. حلو. يعني هلا انت خلصت لهم لطلاب تاسع مسألة ال100 علامة. طيب هلا انا بتذكر انت بوقتها وعدتهم بعدها بمسألة 70 مدري 75 مو؟ طبعا معلم، انا وعدتهم وان شاء الله رح اوفي. رح حل لهم مسائل تبعات او تمرينات تبعات ال70 علامه تبعات الاحتمالات لجميع الدورات اللي هي 20 و21 و22، وبالاضافه لمساله تجربه مركبه من عندي، وهدلون طلابنا ونحن ما بنتخلى عنهم باذن الله تعالى. يعطيكم العافية أعزائي الطلاب. نحن إن شاء الله رح نكمل معكم بتمرينات ال70 علامة، أو رح نباشر معكم بتمرينات ال70 علامة، بحيث إنه نحن نحل كل جميع أنواع التمرينات تبعية الدورة 2020 و21 و22. هلأ بتمرين الاحتمالات أول واحد بلشت فيه بدورة 2022. انتبه معي دائما، اول طلب له ممكن تكون انه التجربه تبعي اما ان تكون بسيطه او ان تكون التجربه مركبه. هلا بثلاث دورات اللي انا بدي حلهم هن كلياتهم بسيطه، ولكن انا رح نوه على مساله مركبه ان شاء الله احلها لحالها بفيديو لحاله. فهلا نحن رح حل دوره 2022 تجربه بسيطه. دائما اول طلب بيكون ارسم شجره الامكانيات. تعال نقراها سوا وننتبه عليها. عم يقول لك في صندوق يحتوي 5 بطاقات. أنا بيهمني عدد البطاقات يا جماعة عشان وقت أخذ الاحتمالات أو حساب قيمة الاحتمال. 5 بطاقات متماثلة كتب عليها الأرقام يلي هن 2 2 3 4 4. نسحب عشوائيا من الصندوق، يعني أنا من الصندوق بدي أسحب بطاقة واحدة بقراها وخلصت التجربة تبعي. ما بعيدها على الصندوق او ما بعيدها وبرد بسحب مره ثانيه، لا انتبه، انا بسحب من الصندوق بطاقه بشوفها وخلصت السيره. هي تجربتي تمام، واحده ونقرا رقمها وخلص. والمطلوب ارسم شجره الامكانيات. هلا قبل ما انا ارسم شجره الامكانيات قال المعلم بدك تنتبه شغله، انه المخطط الشجري في له بعض الملاحظات هلا رح اقرا لك اياهم ونظبط امورنا سوا فيهم. هي شغله. الشغله الثانيه دائما وقت يعطيك صندوق اعمل مثل هي الرسمه تقريبا تمام، وحط فيهم البطاقات 2 2 اعطيك 2 2 واعطيك 3 4 4. هي بطاقه وهي بطاقه وهي بطاقه وهي بطاقه وهي بطاقه. أول ملاحظة وقت بدك تشتغل بالإرسم مخطط الشجري إنه يا هو بيطلبها يا أما إذا كانت تجربتك مركبة فوراً حلها على المخطط الشجري. هي شغلة. الشغلة الثانية عدد فروع المخطط الشجري مو على الله ويلا. ليش؟ أستاذ في حل في ترتيب في شغل. عدد أفرع المخطط الشجري يساوي عدد نتائج المخطط أو التجربة العشوائية. فبيجي لهون معلم نحن فعليا انا يوم بدي اسحب بطاقه من هالصندوق يلي هو فيه 5 بطاقات، يا بده يطلع عندي الاثنين، بطاقه تحمل الرقم 2 يا بطاقه تحمل الرقم 3 يا بطاقه تحمل الرقم 4. يعني فعليا كم نتيجه ممكن تطلع معي بكل التجربه؟ 3 نتائج. معناتها عدد أفرع المخطط الشجري لهذه التجربة هو 3 أفرع. ليش؟ لأنه دائما عدد الأفرع يساوي عدد نتائج التجربة، عشان تنتبه عليها هي كتير. فهلا بدي أبدأ أنا المخطط الشجري بفتح فرع 2 3، يا بده يطلع عندي البطاقة تحمل الرقم 2 يا البطاقة تحمل الرقم 3 يا البطاقة تحمل الرقم 4. طيب هي رسمت المخطط الشجري وزود فروعها بالاحتمالات والنتائج الممكنة، يعني قيمة كل بطاقة قديش احتمال ظهورها. تعال نشوف 2 قديش احتمال ظهورها. كم بطاقة تحمل الرقم 2؟ 2. من أصل كم بطاقة؟ 5 بطاقات. دائما قانون الاحتمال عدد حالات المواتية للحدث على عدد الحالات الكلية. بيجي لهون 3 أنا عندي بطاقة تحمل الرقم 3، يعني من أصل كم بطاقة؟ 5، يعني بطاقة من أصل 5. 4 كم بطاقة أنا عندي؟ 2 من أصل كم بطاقة؟ 5.
يعني فعليا نحن عنا احتمال ظهور بطاقة تحمل الرقم 2 على 5، واحتمال ظهور بطاقة تحمل الرقم 3 1 على 5، واحتمال ظهور بطاقة تحمل الرقم 4 2 على 5. دائما بنوه على شغله عشان تعرف انه حلك 100% صح. مجموع الأفرع الصادرة من عقدة واحدة دوما يساوي، أو مجموع احتمالات الأفرع الصادرة من عقدة واحدة دوما يساوي شو؟ 1. يعني فعليا 2 على 5 زائد 1 على 5 3 على 5 و2 على 5 بيطلع 5 على 5 ويساوي 1، عشان تتأكد من حلك انه 100% شبه صح. نحن فعليا هي الطلب الأول انتهى، صرنا بالطلب الثاني. قال الطلب الثاني إذا كان الحدث عم بيعرف لك مين الحدث سحب بطاقة تحمل رقم أصغر تماما من الأربعة. يعني فعليا أنا الاحتمال ظهور الأربعة ما بدي إياه، الحدث إما أن يظهر رقم 3 أو أن يظهر رقم شو 2، وبدل الأو بالاحتمالات دائما بنحط شو؟ زائد. فالحدث هو مؤلف من فرعين. الحدث مؤلف من فرعين، يلي هو يا بده يظهر البطاقة تحمل الرقم 2 يا البطاقة تحمل الرقم 3. واحتمال حدث مؤلف من أكثر من فرع يساوي مجموع الأفرع المؤدية إلى ذلك الحدث. يعني فعليا أنا احتمال الحدث يساوي هو عبارة احتمال ظهور البطاقة تحمل الرقم 2 اللي هي 2 على 5، أو ظهور الثلاثة اللي هي 1 على 5 ومجموعهم 3 من أصل 5. هي احتمال لأنه هو عم يقول لي احسب احتمال شو طيب قال فتحة. مين فتحة؟ هو الحدث المعاكس للحدث قال واحسب الحدث المعاكس. دائما احتمال المعاكس يساوي 1 ناقص احتمال الأصلي. فاحتمال الحدث فتحة يساوي 1 ناقص احتمال الأصلي 3 على 5، وحد المقامات 5 على 5 ناقص 3 على 5 ويساوي 2 على 5. فاحتمال فتحة يساوي 2 على 5. معلم في شغلة بدي نبه عليها، وكتير أنا لما صلحت الاحتمالات شفت عند الطلاب هاي الأخطاء. شو هي؟ لك اوعى يطلع معك احتمال سالب يا زلمة، لك مستحيل يطلع معك احتمال سالب، لك اوعى احتمال قيمة أي احتمال بين الصفر وبين الواحد. ممكن يساوي الصفر إذا كان حدث مستحيل، ممكن يساوي الواحد إذا كان حدث مؤكد. اوعى يطلع عندك سالب، اوعى مشان الله. طيب تابع معي، نجي لعند الطلب الثالث والأخير يلي هو احسب وسيط العينة. الوسيط يلي هو وسيط هي عندك انت بدي جيب الوسيط. نجي لهون، هي الطلب الثالث. هلا لإيجاد الوسيط أنا لازم أفرق بين إنه العينة فردية ولا العينة شو؟ زوجية. نجي لهون بنكتب العينة اللي عاطيني إياها، طالب مني الوسيط 2 3 4. هي العينة اللي طالبها مني. في طريقة عن بعض الطلاب أو أساتذتهم معلمتهم هي الطريقة، نحذف واحد من هون واحد من هون واحد من هون واحد من هون، بيضل عندي لأنه عينتي فردية بيطلع الوسيط 3. الوسيط قديش قيمته؟ 3. طيب هلا هي الطريقة مرة تقبل على سلم تصحيح وأحيانا ما بتقبل على سلم تصحيح. يعني فعليا مثل الدورة الماضية 2022 هي الدورة كانوا كاتبين بسلم التصحيح انه يقبل الحل من الطالب ايجاد الوسيط فورا، مثل هيك يعني مثل هي الطريقه 100% وبياخذ علامه الطلب وكذا. بس احيانا في دورات مثلا لنفرض انه ما فيها هيك شيء، ما بين انه سلم تصحيح انه فيها، لازم يكتب القانون الطالب. قال كيف بده يوجد الوسيط؟ نجي لهون في الطريقه الثانيه اللي هي Q2 يساوي او Q2 سهم مثلا 2n ناقص 1. هذا قانون العينه الفرديه. n هو ترتيب المفردة. نجي لهون 2n ناقص 1 يساوي عدد المفردات، يعني 2n ناقص 1 يساوي عدد المفردات يلي هو أنا عندي إياه 5. ف2n يساوي 5 زائد 1 معناتها 2n يساوي 6، معناتها n يساوي 3. قال الترتيب العينة اللي رقمه 3 هو يكون مين؟ الوسيط Q2 بعد ما رتبت أنا من أصغر قيمة لأكبر قيمة، أو هن بيكونوا مرتبين. فبنجي Q2
يساوي، بعدهم 1 2 الثالث، معناتها كيو 2 قديش يساوي 3. هي طريقة القوانين والكتاب، وهديك طريقة مثل ما بيقولوا انه مشان انا اجيب الوسيط بطريقة مختصرة ممكن تقبل على سلم تصحيح احيانا وممكن لا تقبل، بس هي طريقة 100% تقبل على سلم تصحيح. كان معكم الأستاذ محمد نور الدين حبيب من منصة انتي ليرن التعليمية، كل التوفيق.